مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ اه تمام. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه. مشكلتي انا مع والدتي ومع جوزي الاثنين. ايه اللي حصل؟ انا متجوزه بقالي 6 سنين امم. ومعايا 3 بنات. امم. بابايا متوفي من وانا عندي 8 سنين تقريبا، امم. وماما بعدها بسنه بالظبط اتجوزت. امم. احنا 3 بنات و3 صبيان، اخواتي الشباب لهم في سكه الشرب وكده والكلام ده كله. والبنتين اكبر مني، انا اصغر واحده، متجوزين. فطبعا بابا توفى واخواتي البنات اتجوزوا، وكنا قاعدين مع جوز ماما ومع ماما ومع اخواتي الشباب. اخواتي شرب بقى وبهدله والسمعه زي الزفت وحاجات زي كده يعني. فطبعا انا طلعت لقيت ده قصادي يعني. التلاتة فطبعا بيشربوا؟ التلاتة. اخويا الصغير ما كانش ضايق قوي في الشرب، كان صغير لان هو بابا متوفي وهو عنده 12 سنه تقريبا. فلما طلع لا اخواته بيشربوا بقى يعمل بقى زيهم. يقلدهم. اه. انا قلت خلاص بقى يعني، حاولنا معاهم كتير وعزلنا، بقينا نعزل بقى. ماما تقول لي يلا نلم العزال وهنمشي، هناخد شقه بعيده عنهم. ناخد شقه بعيده عنهم وبرضه تعرفهم المكان وتجيبهم ويجي تاني. لهم تاني. تجيبهم ونعزل وتجيبهم. بقيت اقول لها يا ماما انا ناس كويسه كانت بتتقدم لي كويسه جدا. انا تعليمي متوسط بس كانت بتجيلي ناس كويسه. لما كان حد يجي ويسأل كانوا يمشوا تاني. فكنت اقعد اقول لها يا ماما هما موقفين حالي، لو حد كويس جاي ما حدش وهو طبعا هيجيلي. ما بيشتغلوش ولا اي حاجة. لا ماما اللي كانت بتصرف عليهم وتديهم فلوس وكل حاجه، فلذلك هما كانوا بيدوروا عليها وهي كانت بتجيبهم تاني. هي كانت شغاله يعني تاجره. فانا كان اخويا الكبير متجوز بنت خالي واخوها. لا انا كنت بحب اخوها يعني. اخوك كان وانا الكبير عندي كان متجوز بنت خالك؟ يعني اه انت بتحبي ابن خالك؟ بالظبط. تمام. وانا عندي حوالي 16 سنه كده. ف يعني كنت بحبه جدا جدا يعني. فضلت كده لحد ما عندي حوالي 18 سنة. اخويا طبعا مفيش مسؤولية، واخد ان ماما اللي بتصرف وكده، ما بقاش يصرف على مراته. فاتطلقوا. اصبح جوازي من اخوها بقى طبعا صعب يعتبر جدا. مستحيل. فبدأت حاولت اعمل محاولات، انا كنت بعزه جدا 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 يعني ولحد دلوقتي. ما نفعش. وهو بصراحة برضو ما عملش المحاولات اللي هي، لان هو يعني بيلجأ لمامته شوية. وطبعا ومامته اخته طبعا اتظلمت مع اخوكي. بالظبط اتظلمت واتطلقت، فمامته هتشوفني عدو. فطبعا مشاكل اخواتي، اخويا الكبير جه قعد معانا بقى، هما الثلاثه قاعدين معانا. شرب طول الليل وبهدله برضو وضرب فيا ما زالوا كده؟ واهانه. انا طبعا دلوقتي وجوز اتجوزت مامتك يعني بقى. وجوز مامتك كان رافض، كان مالوش اب؟ اي لازمه. اه. مالوش اي لازمه، كان يحصل اي حاجه ياخد بعضه يروح بيته التاني. هو مع يعني انا ما هو ملوش دعوه بصراحه، انا ما شفتش منه حاجه وحشه. بس هو ان انا شايفه حد غير بابا قدامي، ده اللي كان تعب نفسيتي شويه. اكيد. بس فانا اصبح دلوقتي بقى مشاكل وحوارات وتكسير، يكسروا في العفش. اه. شرب طول انت الليل بقى مشيتي ويضربوني. اتجوزتي وخلاص استقلتي بحياتك؟ اه انا جاي لحضرتك في الكلام. انا المفروض ان خلاص انا حاولت في حوار ابن خالي ما نفعش خالص. اتقدم لي واحد كويس بس من محافظه بعيده وقريبنا برضه من بعيد. انا بصراحه ما كنتش متجوزه عن حب خالص، انا عاوزه اهرب من اللي انا فيه. من اللي انت فيه. فاضطريت ان انا اوافق طبعا. هو كويس وكل حاجه، اتجوزت وسافرت معاه محافظه تانية. هو طبعا بيت عيله وارياف. فطبعا مش احسن حاجه، وحاجه انا مش واخده عليها. هو كان مفهمني في الاول ان هو تمام، وان هو بيقف قصاد مامته، ان هو كلمته اللي ماشيه والكلام ده كله. فاديت الامان وقلت خلاص هو ده، ربنا هيعوضني وتمام. جينا بعد ما اتجوزت الدنيا مختلفه تماما. بيمشي وراهم بطريقه غير طبيعيه. كلمتهم اللي بتمشي على حساب نفسيتي، على حساب راحتي، على حساب كل حاجه. يعني انت خلصتي من هم لهم تاني. لقيت هم بالظبط. بالظبط. فحاولت اتطلقت، اول ما كنتش لسه كملت سنه رابعه عليا يمين الطلاق. الساعه 2 بالليل وانا في بلد غريبه، ما كنتش عارفه اروح فين. رجعت لاهلي تاني، جم خدوني الصبح ورجعت رجعوني تاني. جيت بقى حملت في بنتي الكبيره. ما الحياه مشيت وتمام وخلاص تمام، مفيش اي حاجه.
غضبت تاني مرة بعدها ودوه الجيش، قدموا له ورق امم الجيش وودوه الجيش امم من ورايا. امم كنت خلاص هولد بنتي الكبيرة دي. امم رجعت تاني طبعا عشان انا كنت في الثامن، فلازم تبقى يعني حاضر الولادة وتلاقي باباها. امم فرجعت تاني. طبعا بصي مش قادرة اقول لك تفاصيل، بس هم حرفيا حرفيا هو بيعمل لهم مليون الف حساب. انت لو دلوقتي الحاجة معاكي دي كم طفل؟ معايا 3 بنات. 3 بنات. وما زال هو الف بنفس حساب الشخصية؟ بنفس الشخصية. امم مامته تتضايق، مامته لو شافتنا بس قاعدين كده مع بعض بصي مش قادرة اقول لك ملامحها بتبقى عاملة ازاي ويبقى شكلها عامل ازاي. بتغير؟ عشان خاطر جدا. هو وحدها ولا معاه وعشان تاني؟ يرضيها معاها تاني، معاها امم ولد كان تاني كبير ومتجوز امم ومعانا في نفس البيت. وبتعمل نفس العمايل مع بس سلفتك؟ لا، هي من البلد، امم منهم. ودايما في حساسية ان انا من مدينة من وهم مدينة. من هنا. امم دايما في حساسية الحتة دي جامد. بس انا والله عمري ما كبرت على حد. هم شايفين كده. هم شايفين كده، دي حاجة امم بقى نقص، ما انا ما اعرفش هي ايه بصراحة. امم فهو يعني بصي تعب نفسيتي بطريقة فوق انت ما تتخيلي. كل حاجة هم طالعين مثلا نتفسح، اخد اختي، طالعين مصيف اخد اختي، اخد امي، اخد عمتي، اخد معرفش ايه. دايما 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 لازما هم معانا اساسي. انا نفسيتي تعبت، وضيفي على كده انا مش واخداها عن حب، يعني انا واخداه كحماية. امم فانا كنت راسمة حاجة تانية خالص. اصبح دلوقتي هو انا بعد ما اتجوزت وكل دوت من حوالي سنتين كده، ماما كان معاها عربية هو اشتراها منها. امم هي ماما بطبيعتها معانا ومعايا جافة شوية. امم يعني ما بيفرق لو قعدت شهر ما تعرفش عني حاجة، وهي في بلد وانا في بلد ما بيفرقش معاها. امم لما نشد بس شوية تقعد تدعي عليا وتدعي على بناتي وتدعي عليهم بالموت كمان. امم وتدعي عليا دعاء صعب جدا جدا جدا، فوق تخيلي بالدعاء بالمرض الوحش، لا ودعاء حول كتير ولا قوي قوة قوي. إلا بالله. بيقشعر جسمي بجد. امم دايما حاسه من ناحيتها بالذنب، طبعها صعب جدا. يعني ابويا الله يرحمه ما كانش بيستحملها، جوزها اللي معاها حاليا ما كانش بيستحملها من صعوبيتها. امم هي طبعها صعب، ممكن اخد منها موقف شويه وابقى عايزه اكلمها تاني، بخاف لا يجرى لها حاجه، بخاف لا يجرى لها حاجه وانا ما اعرفش، او تبقى ميته زعلانه مني مع ان هي بتبقى ضغط عليا جامد وجايه عليا جامد. امم فهي اشترى منها العربية، جوزي اشترى منها العربية، اتفقوا على سعر معين وتمام تمام خلاص. جينا قسط لها جزء، دفع جزء وقسط الباقي. الباقي ده ضافت عليه مبلغ كبير تاني عاوزاه فوق فايدة. المبلغ. مش ما اعرفش، لا العربية تسوي اكتر من كده. امم طب يا ماما طبعا جوزي انا ساب شغله، اتخانق في الشغل لا وساب يعني الشغل. واحدة واحدة، هو دلوقتي اتفقوا على الرقم ايه؟ يعني مثلا اتفقوا على 100,000، اداها كام؟ مثلا الناس اللي اتفقوا مثلا على 150 ألف، اداها اه مثلا 100 وقسط 50، هي عايزة بقى 80 ألف مش ال 50. يعني هي ايوه زي ما بقول لك، زودت على اه المبلغ اللي باقي، اكنه اشترى من المعرض. اكيد مشترى من ايوه بالظبط، بس امم احنا متفقين وخلاص والتمام على كده على 150. اه وطبعا اخد العربيه متدمره، اخواتي كانوا اه مدمرينها لها خالص. امم فطبعا صلحها ب 100,000 تاني. امم امم فعايزه فلوس زياده، طبعا اتصلت هنا اهله وعملت لي فضايح كتير. وانا كنت لما كنت غضبانه كنت بايعه ذهبي، قالت لهم ان هي باعت ذهبها قدامهم، ما اه كانوش عارفين، عرفوا. امم وبقت فضايح هنا، فضحتني حرفيا هنا، واحنا في بيت عيله وارياف وكله ماسك سيرتي. جوزي اداها الفلوس عشان تسكت، اداها لها. امم فدلوقتي هي ما بتكلمنيش ومقاطعاني، وانا مش عارفه اعمل ايه. قالت لي انت مش عايزه اعرفك محتارة تاني. بين اللي عملته معاكي وبين برك ليها وانك تتحاسبي عليها. بالظبط والله، انا والله ربنا يعلم انا ما عايزه اقاطعها، بس هي حرفيا بتطلعني عن شعوري، امم بتخليني امسك دماغي دي هي اهبدها هي وخايف هي من بني كلامها ادمه لسانها صعب. جدا. في امم الدعاء، في الشتيمه، بتشتمني بابويا الف اوسخ الشتايم، اللي اوسخ هو اللي الشتايم هو في دار بابويا. الحق يعني. اللي هو في دار امم الحق دلوقتي. امم يا بنتي كذا، بتبقى قصده، انا بحس هي بتبقى قصده تضايقني. امم ومشاكل وهي اخواتي اخلاقها كده مع محملاها. مع اخواتك البنات التانيين. كلهم كلنا كده، او كلكم. كلنا كده. هي جافه. امم حتى مع باباها ومامتها زمان كانت جافه، وكانوا متوفين وهم مش راضيين عنها خالص من صعوبيتها. امم فانا خايفه يحصل نفس القصه، وانا والله مش جافه معاها. انا ربنا اللي يعلم، هي كانت عامله، كانت تعبانه وقعدت عندي فتره انا كنت شايلاها فوق راسي.
طيب كنت بنام تحت رجليها. انا عارفه يا حبيبتي، وانا عارفه ان انت محتاره وانا على فكره حيرتك دي معرفاني انك بنت اصول وجواكي كويس، لانك انا واحده خايفه. غيرك كانت هتقول خلاص بقى تكبر دماغها، ترمي يعني تستبيع زي ما بيقولوا، خاصة انها اذتك نفسيا واذيتك في موضوعها مع جوزك، واذيتك قدام اهل جوزك اللي هم اصلا اذينك نفسيا، فهي بدل ما تقف معاكي هي اذتك اكتر. اذتني يعني، فضحتني حاجه متداريه. انا ما غلطت ان انا بعت ذهبي فعلا، بس حاجه متداريه بقت قدام الناس طبعا كلها ده بعت ذهبها، مفروض وامها اللي قالت. امك سترك وغطاكي يعني. وعلى والله ما فكره عملت كده. زوجك راجل محترم، خليني اقول لك ده، ولازم نقول الحق، لان هو كون ان نخلص الموضوع بادب من غير ما يعند، ومن غير ما يقول لك انا امك رجعت في كلامها وكان يوم اسود وما اشتريت منها، ومن غير ما لا يقول انا لك اصل انا كنت محذراه حضرتك، انا كنت محذراه وقلت له ماما طبعها صعب، بلاش خلينا كده نتعامل حبايب من معاها، بعيد. وده قلت حقيقة له على فكرة، لما يكون بني آدم صعب في التعامل الإنساني يبقى الواحد ما يتعاملش معاه خالص، ولا ماديا ولا يناسبه ولا يقرب منه، يعني ده بالظبط. مفروض هو يبقى اصلا هم قانون. اصلا كانوا رافضيني بسببها، يعني هم اهله كانوا امم رافضيني بسببها امم اصلا. امم اهله دول اللي هم اهلها على فكره، أهلا. وهي قرايبها، امم قرايب مامتها، فهم اصلا امم كانوا رافضيني بسببها. اه امها صعبه وطبعها صعب، بس هو طيب، بصراحه كان كل اللي شاريني. انا طالباه منك، انا عايزاكي تهدي خالص، مش عايزاكي تضغطي نفسك نفسيا، لان انا دايما انا عارفه ان بر الاب والام ده يعني ده فرض من انا ربنا بخاف يا علينا دكتوره، انا طبعا. بخاف، انا طبعا. بخاف والله. لما اختي بتتصل الصبح بدري ببقى خايفه ارد، امم وخايفه، انا عندي خوف. بس انا مره قبل كده كانت زعلانه مني ورحت لها بهدلتني، طيب، عملت لها مفاجاه انا وخدت بنوتي ورحت عايزاكي بهدلتني. تسمعيني بقى، اسمعي. اتفضلي. انا دايما ما بحبش اي بني ادم يجي على نفسه في اي فعل، لان ربنا كرمنا قوي، وربنا ما خليناش او القانون الرباني ان احنا ما نجيش على نفسنا بقسوه، ما نعملش حاجه واحنا متضررين، ما ناكلش اكله مش عجبانا، صح. ما نعاشرش حد مش قادرين نعاشره، يعني نعتزل اللي يؤذينا. ده كلام ربنا، اعتزل ما يؤذيك، لازم نبعد كده ونعتزل اي حد بيأذينا. طب دي امنا وابويا، وفي الام والاب ده خط احمر صح جدا، وما ينفعش ان احنا نيجي عليهم ولا نظلمهم الا لو قالوا لنا ان احنا نشرك بالله، وفي الحاله دي برضو بادب وباخلاق هنرفض، لكن مش هنقاطعهم. عايزاكي بس تهدي، انا مش بقولك قطعيها ولا اقدر اقولك كده طبعا، وانا دايما بقولها لاي اب وام، يا جماعه الاصل في البر بركم انتوا بعيالكم، ما انت ما تبقيش ام جحده وبتشتمي وبتبهدلي وبتعايري وبتفضحي، وارجع اقول معلش لا ازاي تعالي على نفسك، ما احنا في الاخر بني ادمين، احنا مش الات، احنا مش الات حضرتك. فكل ام واب جحدين انتوا عقابكم كبير قوي، ما هو زي ما ربنا هيعاقب الابن والابنه الغير برين، برضه هيعاقب الاب والام الغير برين. ما هو ربنا قال لنا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت جبتهم الدنيا يبقى مسؤوليتك تراعيهم نفسيا قبل ما تراعيهم جسديا، او تاكلهم او تشربهم، ده نفسيا دي قصه كبيره قوي، انك تخليهم اسويه، انك تخليهم يحبوا حياتهم مش يكرهوها، انك انت تكبرهم قصاد الناس مش تقلل منهم وتفضحهم. فلو احنا هنا بنعاقب او بنقول لكل ابن وابنه اوعى ابوك وامك، برضو بقول لكل ام واب اوعوا ولادكم، لان عقابكم اكبر بكتير. انتوا لو دفعتوا على عيالكم هم اللي يقطعوكم انتوا السبب. ما انت لازم كأب وام تسأل نفسك، انا خليت عيالي يقطعوني يبقى انا عندي مشكلة، انا بني ادم ما عنديش خير في عيالي فخليتهم يبقوا مش طايقين يسمعوا صوتي يبقى انا اللي عندي المشكلة. انا كنت قاسي مع عيالي من صغرهم، وعمري ما احتضنتهم، وعمري ما اهتميت بيهم، وبسمعهم اسوأ الالفاظ، يعني انا الام بتشتم بأسوأ الألفاظ، بتسب وبتلعن، وربنا ما بيحبش السباب ولا اللعان، دي بتسب وبتلعن، المؤمن ما ينفعش يكون ولا سباب ولا لعان، فدي كده ما تعرفش حاجة عن الإيمان، ما تعرفش حاجة عنه، بتسب وبتلعن وبتشتم وبتجيب سيرة الأموات، بدل ما تترحم على زوجها أو المتوفي اللي كان زوجها في يوم من الأيام أبو عيالها، لا دي بتسب وبتلعنه. كل اللي طالباه منك اهدي لحد ما نفسيتك ترتاح،
كده كده الاعمار بيد الله. فكره ان امك تموت النهارده تموت بكره تموت بعد سنه، ده بتاع ربنا مش بتاعنا، مش بتاعنا خالص. فالاعمار بيد الله. طيب انا يا امي، انا يا امي هقطعك اكيد مش هقول لك قطعيها، لكن عايزاكي نفسيتك ترتاح خالص وتهدي نفسيا. ولما تهدي من وقت للتاني اسألي، من وقت للتاني بريها. هتشتمك معلش اجي على نفسي، دخلت رمضان اكلمها، عيد اكلمها، اروح لها زيارة من وقت للتاني. وكل ما تشتمني اقول لها انا بكسب ثواب اكبر يا امي. انتي تعالي عليا وانتي ظلميني، لكن انا مش هتحاسب عليكي. وقولي لها ده في التليفون او لما تشوفيها، انتي بتيجي عليا وبتوجعيني بس انا مش هتحاسب عليكي عشان ربنا امرني بده. انتي بتبهدليني وبتفضحيني بس انا هعديلك عشان انتي امي. انتي حرة، وهي اللي بينها وبين ربنا هتتحاسب عليه، واللي بتعمله معاكوا هتتحاسب عليه، زي ما انتي هتتحاسبي على جهاد نفسك ده. ما انتي كده بتجهدي نفسك. انتي عارفة ان هي بتوجعك، ورغم ذلك يا رب عشان انت اللي امرتني يا رب يبقى سمعا وطاعا، يا رب عشان انت اللي خلتني لازم ابرها يبقى سمعا وطاعا. خلاص، فده جهاد. انت عارفه الطبيعي لما الام تبقى حنينه الابناء يبقوا حنينين. دي العلاقه الطبيعيه، العلاقه السويه. الاب حنين يبقى العيال حنينين. لكن لما بيكون حد فينا هو حنين والتاني مش حنين، يبقى الطرف اللي بيجاهد نفسه ده اجره اكبر بكتير. يبقى انت ضعف اجرك غير اللي ابوه وامه كويسين. ما اللي ابوه وامه كويسين هو طبيعي يكون كويس، الا لو هو مريض نفسيا او غير سوي. لكن اللي ابوه وامه وحشين او اللي امه وحشه وهو بيجاهد نفسه، وجهادك لنفسك انك تراضيها، وجهادك لنفسك انك تسالي عليها، ده بيضاعف اجرك عند ربنا، بيضاعف اجرك وبيعلي درجاتك. فاهدي شويه، اهدي خالص، ما تعمليش حاجه دلوقتي وانت متغصبه، واهدي نفسيتك خالص. وبعد كده ابتدي تكلميها، توديها، تقفل السكه في وشك، تقولي لها بس هسال عليكي تاني، اصل ربنا اللي امرني. بتبهدليني بهدليني، اصل ربنا اللي امرني ان اطيعك. ومهما شتمتيني يا رب ما اقدرش اعمل حاجه غير اقول له يا رب انت الحكم بيني وبينها. ده اللي انا اطلبه منك عشان ولادك البنات التلاتة اسم الله عليهم، هما دلوقتي بالسفنجة بتشرب. هيشوفوا امنا رغم ان جدتنا كانت قاسية، لكن امنا كانت تحت رجليها، وامنا كانت بتراعيها وبتبرها. فساعتها هما كمان باذن الله ربنا هيكتبهم برين بيكي، وهيطعمك برهم باذن الله تعالى. وربنا يصلح حالك ويعوضك خير في بناتك عن اي شيء صعب شفتيه في حياتك. اشكرك، وخلوني اطلع فاصل وارجع تاني.